النهارده ما تيجوا ندفي البيت بتاعنا بقى بأحلى وألذ طبق كشري. هتاكلي والله العظيم هتقولي أنا ما أكلت زي الكشري ده يا رانيا. ايه رأيكم النهارده بقى؟ أنا قررت إن أنا أدفي البيت ونعمل كشري للولاد. والله هو الموضوع جه إنه كلهم طلبوا كشري ونزلوا عشان يجيبوه. اتفاجئت إن العلبة ب25 جنيه، وعلبة لو شفتيها أقسم بالله ما تأكل ابني الصغير. فقررت ان انا هقوم وانا اللي هعمله. طب يا ماما احنا جعانين، قلت لهم ساعة زمن بالظبط وهتلاقي الاكل محطوط قدامكم، بس وهكون اسرع كمان من الدليفري. اطلبوا وشوفوا انا اللي هبقى اسرع ولا هو. المهم انا كل اللي اقدر اقول لكم عليه انكم بجد بجد هتخسروا كتير قوي قوي لو ما جربتيش الطريقه بتاعه الكشري ديك، لان اقسم بالله كتير قوي راحوا عليا وقالوا لي يا رانيا انتي المفروض تعملي محل للكشري، لان فعلا انا بعمله يعني انا والله طبعا ما بحبش اشكر في نفسي ولا حاجة، بس بجد انا يعني انا عن نفسي كرانيا بحب اكله في البيت اكتر ما اكله من الجاهز. يلا بقى عشان نشوف الجمال ده. هقول لكم ايه بس، والله ما عارفه مش لاقيه له فعلا وصف، لان كل اللي كانوا من ايدي قال لي تمام تمام تمام، وكله اقترح ان انا اعمل المحل. يلا بينا عشان نشوف احنا عملنا الكشري بتاعنا ازاي. اول حاجه بجيب البصل وبقطعه طرنشات زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بحط عليه معلقه من الملح ومعلقه من الدقيق وبقلبه كويس قوي وابتدي احمر فيه. انا بحبه يبقى طالع معايا فاتح. خلي بالك هو افتح من كده بكتير، بس الكاميرا اللي مغمقاه كده، هو اللون بتاعه افتح من كده. حتى انت زي ما شفتيه هتشوفيه وهو في السرفيز في التصوير في الاخر، او زي ما شفتيه كده في اول الفيديو. بعد كده بنيجي نعمل بقى ايه؟ اهم حله طبعا، او نعتبر اللي بتاخد الكميات الاكبر. بنجيب عشان نيجي نعمل الرز بتاعنا. بحمر الشعريه باللون اللي انت شايفاه ده. متنسيش ان احنا بناخد الزيت اللي احنا عملنا فيه البصل وبنبتدي ناخد منه للكشري كله. باخد منه جزء وبحمر فيه الشعريه، وبنزل دلوقتي بالرز بتاعي. انا معايا ايه هنا؟ انا معايا كيلو ونص من الرز وكيلو الا ربع من الشعريه. احنا بنعمل كميه يعني كشري، يعني البيت كله لازم ياكل منه ويدوقه. بعد كده بروح مقلبه الرز. انا الرز ما غسلتوش لاني انا بجيبه مغلف. وبعد كده ايه ده العدس بكون نقعاه قبليها بساعه في ميه دافيه، يعني الميه تغلي واسيبها تهدى شويه، وبعد كده بحط فيها العدس واسيبه لما الميه تبرد عليه خالص. بيبقى كده تمام قوي قوي قوي. بعد كده بنزل بالعدس زي ما انت شفتي وبقلبه على الرز بالشعريه. ودلوقتي بنزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. خلي بالك احنا عاملين كميه عشان تبقي ما تربطيش نفسك انت بالكميات الكبيره اللي انا بعملها. شايفه انا بحط قد ايه؟ لان انا ما شاء الله الكميه بتاعه الرز اللي معايا كبيره. بعد كده بنزل انا المره دي ما غليتش الميه بتاعه الرز بتاعي، خدتها من الحنفيه على طول. عادي براحتك، عايزه تغليها اغليها، بس يعني كده او كده الاتنين ماشي. نيجي بقى للمكرونه بتاعتنا، احنا سلقناها خلاص وصفيناها. وبنيجي دلوقتي بنحط شويه من الزيت بتاعنا اللي احنا محمرين فيه البصل، وبحط معلقه صغيره من الثوم ورشه من الكزبره وبقلبها، بس الثوم بس ريحته تطلع معايا، ما بياخدش اي لون. وبعد كده بنزل بالمكرونه بتاعتي اللي انا سلقتها. هي عباره عن ايه؟ كيلو ونص من اسباجيتي على كيلو الا ربع من الوسط او الصغيره قوي، اللي انتوا عارفين اللي هي ايه الصغيره بتاعت الكشري. الصغيره اللي هي الوسط دي انا بصراحه مش عارفه اسمها ايه. المهم بقلبها كويس قوي قوي، بقلب المكرونه بتاعتي كويس جدا، وبعد كده بغطيها واركنها على جنب. تعالوا بقى لاهم حاجه في الكشري اللي بتجيب اخر الشارع. ايه هي يا رانيا؟ الصلصه بتاعتنا. انا بجيب بصلايه صغيره وبحاول اقطعها ناعم قوي، وبنزل طبعا احنا قبل اي حاجه بناخد من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. وبعد كده اول ما بتبتدي بس البصلايه تدبل معايا او ريحتها تطلع معايا، بروح نازله بمعلقه كبيره من الثوم، وبنزل بيه معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وبقلب كويس قوي. انا مش عايزه اقول لك الريحه بتبقى عامله ازاي. وبعد كده اول بس ما يبتدي بس
التوم بتاعي يبتدي يتحمر يبتدي، بس بروح نازله بالطشه بتاعه الخل، بنزل بنص كوبايه من الخل. انت طبعا هتحطي ربع كوبايه بس انت زي ما انت عارفه ان انا الكميه معايا كبيره. وبعد كده بنزل بعصير الطماطم، انا كنت عامله حوالي 2 كيلو، وايه كنت مخزناهم عندي، باخدهم وبروح نازله بيهم على طول، بسيبهم بقى يغلوا مع نفسهم. ونيجي هنا بقى عندي التكايه بتاعت رانيا، بجيب كام طماطمايه كده، يعني 5 6 طماطمات او 5 طماطمات. وبعد كده بجيب راس توم صغيره، وبصلايه صغنطوطه خالص، ومعايا معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره، بس كده خلاص. لو عندك قرن شطه حط، بيبقى جميل جدا جدا. قرن شطه اخضر هنحطه دلوقتي مع بعض، لان كنت ناسيه في الاول ان انا احطه. وبضرب بقى كل دول في الخلاط، عندك خلاط عندك هاند بلندر اللي موجود معاكي. انا طبعا عشان الخلاط كان بعافيه فانا كنت بستعمل الهاند بلندر. ادي القرن الشطه اللي انا قلت لكم عليه، بس انا طبعا زودتها زي العاده وحطيت قرنين 2. بروح نازله بقرنين شطه واروح فرمه المكونات دي معايا كويس جدا زي ما انت شايفه معايا كده. وبعد كده بروح ضايفه ضايفه المكون ده معايا او الطماطم معايا على الصلصه بتاعتي. انا لو والله كنت اتمنى تبقي موجوده معايا عشان تشمي الريحه وتشوفي البيت اتقلب ازاي. طبعا كده خلاص، اللي مش عارف انا بعمل ايه عارف ان انا عملت النهارده كشري. شايفين الرز طالع معانا عامل ازاي مفلفل. بقى لو كبابة عندك صيني بقى كوبايه عدس اصفر وبابريكا وفلفل وتحطيها. اسود اوعى. ولورا معايا هنا معلقه وقرنفل صغيره من وملح الفلفل وكمون الاسود وجوز وكبابه الطيب صيني وكمون ونص معلقة وبابريكا صغيرة ومعلقه من صغيره من جوز السكر. الطيب، ومعايا معلقه من السكر وورق لورا وشمي بقى والملح. وقولي انا ما شفتش ودي طبعا التوابل زي بتاعت رانيا اللي هي معروفه بيها، يا ريت كده. مفيش خلاص بعد الصلصة كده بتاعتنا التوابل بقت دي. جاهزة ودي دلوقتي. سكرين عندك عشان تقدري تحطيها. وبعد كده بسيبها بقى تغلي غلوتين 3 واطفي وخلاص. هنا الدقه بقى بتاعتنا بنجيب مع بعض هنا حوالي، انا عن نفسي حطيت كوبايه من الخل، لان زي ما قلت لكم الكميه هتبقى كبيره، انا جايبه شفشق كبير جدا وبعمل فيه. كوبايه من الخل، على معلقه كبيره من الملح، على كمون، على 3 قرون شطه مثلا، وعلى نص راس توم، وبضربهم كويس جدا جدا. يعني بصي بهريهم. بعد كده بروح مزوداهم ميه واشوف بقى الملح بتاعهم ايه. الدقه دي بتبقى على البارد تحفه، والله تحفه، ما بتعملش حرقان على الصدر ولا اي حاجه من الكلام ده. وبعد كده بروح حاطه كبشتين من الصلصه بتاعتي، شايفين الصلصه شكلها عامل ازاي. واروح حاطه ادي الدقه بتاعتنا بقت معانا جاهزه، وتقدري تزوديها. انا طبعا بلاقيها مركزه فبزودها تاني شويه ميه لحد ما تتظبط معايا. واروح جايبه ليمونتين كبار كده او 3 ليمونات كبار وعصرهم، وخلاص على كده. واروح راكنه الدقه بتاعتي. نيجي بقى الشطه المره دي انا مش هعملها على النار زي المره اللي فاتت، انا هعملها على البارد. خدت كبشه واحده من الصلصه بتاعتي وكملت وحطيت بقى كميه الشطه اللي انا عايزاها معايا. دي جميله جدا جدا الطريقه دي، كله اتبسط منها قوي، لان التانية اللي هي بتتعمل بالزيت وتحمريها على النار وكده بتعمل حرقان في الصدر رهيب. فكله كانت عاجباه قوي قوي دي، وكانت كل ما تخلص يعملوها تاني. ودي طبعا العيش الشامي قطعناه وحمرناه وقدمنا ألذ وأطعم كشري هتاكليه في حياتك وهتقولي انا ما اكلتش في الجمال ده يا رانيا قبل كده. انا عايزه اقول لك البيت كله اتهوس بالكشري. قالوا لي يا ماما بصي اوعي تاني مره، يعني لو لقيتينا هنجيبه من بره اضربينا. والف هنا، وما تنسونيش باللايك والاشتراك بالقناه عشان يوصلك